أهلا بيك. بتكره فصل الشتاء؟ بتحس إنه فصل كئيب وبيثير جواك مشاعر الحزن؟ طب بتحس بالخمول وفقد الطاقة طوال فصل الشتاء ومش عارف ليه؟ بتجد صعوبة في النوم والتركيز طوال فصل الشتاء ومش عارف تعمل إيه؟ لو حضرتك بتعاني من الأعراض اللي قلناها دي طوال فصل الشتاء وبتتكرر معاك كل شتاء، يبقى غالبا حضرتك بتعاني من أعراض الاكتئاب الموسمي اللي هنشرحه في حلقتنا النهاردة. فلو عايز تعرف أكتر يعني إيه الاكتئاب الموسمي وإيه أسبابه وأعراضه، تابعنا في حلقة النهاردة. الاكتئاب الموسمي هو نوع من الاكتئاب مرتبط بالتغييرات المناخية، كتير من الناس بيتعرضوا له مع بداية موسم الخريف، وبتستمر أعراضه معاهم طوال فصل الشتاء. وأحيانا الأعراض بتزداد سوء مع زيادة انخفاض درجات الحرارة واحتجاب ضوء الشمس بسبب كثافة الغيوم. طب ايه هي اعراض الاكتئاب الموسمي؟ عادة ما يشعر الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب الموسمي باعراض اضطرابات عاطفية وعصبية زي القلق، الحزن، الاجهاد، فقد الطاقة والاضطرابات المزاجية. والاعراض دي بتنعكس على حياته في صورة اضطرابات في النوم، صعوبة في التركيز، اضطرابات في الشهية، صعوبة في الحركة، ونوبات من السلوك العنيف. طب ايه هي اسباب الاكتئاب الموسمي؟ زي ما شرحنا في حلقة الساعة البيولوجية قبل كده، ان الانظمة الحيوية في جسم الانسان بتكون متسقة مع الوقت، وكل ما كانت الساعة الداخلية للجسم متماشية مع التوقيت الزمني على مدار اليوم، كل ما انتظمت العمليات الحيوية في الجسم. وفي حالة الاكتئاب الموسمي كمية الضوء اللي بتوصل للجسم بتكون أقل من المعتاد، وده بيسبب خلل في الساعة البيولوجية في الجسم اللي بينعكس في صورة خلل في العمليات الحيوية بالجسم. والخلل ده بيظهر في صور كتير. أول صورة من صور الاضطرابات دي هي انخفاض مستوى السيروتونين في الجسم بشكل ملحوظ، وهو أحد الموصلات العصبية اللي بنعتبره واحد من هرمونات السعادة لأنه بيسبب الشعور بالفرح. تاني صورة هي انخفاض مستوى فيتامين د في الجسم، وبيسبب تقل في الأطراف وصعوبة في الحركة وسوء في الحالة المزاجية. وتالت صورة هي زيادة إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وهو ده سبب الشعور بالخمول والنعاس واضطرابات النوم وصعوبة التركيز. طب مين هم الأشخاص الأكثر عرضة للاكتئاب الموسمي؟ الدراسات أثبتت أن الشباب من سن 18 ل 30 سنة بيكونوا أكثر عرضة من كبار السن، وإن النساء أكثر عرضة من الرجال، وإن الأشخاص اللي بيعيشوا في بلاد بعيدة عن خط الاستواء بيكونوا أكثر عرضة من الأشخاص اللي بيعيشوا في بلاد طقسها معتدل. وطبعا الأشخاص اللي بيعانوا من أنواع أخرى من الاكتئاب بيكونوا أكثر عرضة من الأشخاص العاديين. لو عايز تعرف إزاي نعالج الاكتئاب الموسمي ونحد من أعراضه أو نتجنبها، تابعونا في الحلقة القادمة. ولو بتعاني من الاكتئاب الموسمي ومحتاج استشارة صحية أو مساعدة من كوتش معتمد، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور. أخيرا، كونوا دائما معافين. أشكركم.